السلام عليكم متتبعين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بغرير. عييتوا تجربوا البغرير وما كينجحش معاكم. اليوم ان شاء الله غادي نعطي لكم مقادير مضبوطه جدا وبالعبار ديال كاس العنبه، مكونات سهله ودغيا كيوجد وكيجي رائع وكيجي خفيف بحال الشهده. دوزوا معايا تعرفوا على الطريقه. عندي هنا واحد 3 كيسان ديال السميده ديال الحلوى، نص كاس ديال الطحين ديال الفورص، عندي شويه الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، شويه السنيده، شويه الملحه، غادي ندير نص خماره، شويه الماء دافي. صافي انا ندير المكونات في هذا الاناء. الكاس الاول ديال السميده، الكاس الثاني، الكاس الثالث، نص كاس ديال الطحين الفورص، عندي شويه الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، شويه الخرقوم البلدي اختياري، اللي بغى يديرو ما بغاش ماشي مشكل، كيجي فيه زوين وكيعطي اللون زوين للبغرير. هي شويه السنيده، ماشي بزاف، كديروها شويه باش كتساعد على التحمر ديال البغرير. غادي ندير نص خماره، ما درتهاش كامله، درت غير نص فيها. عندي 4 كيسان ديال الماء دافي، كيسان باش عبرت السميده والفورص، وما باش عبرت الماء دافي. دابا حيت الحال بارد دايره الماء سخون، ملي كيكون الحال سخون كديروا على الماء ديال الصنبور. الكاس الاول، الكاس الثاني، صافي الكاس الثالث. صافي هاد الكاس غنخليه حتى كندير السميده، ندير دوك العناصر كلشي في الخلاط، حيت عندي انا الخلاط انا ركب كبير كاس. صافي جمعت فيه كلشي العناصر. صافي هنا بعد ما طحن شويه، صافي عزت ليه هذاك الكاس الرابع ديال الماء. ضروري من البغرير كتخليه يطحن مزيان، باش ما طحن مزيان كيجيكم البغرير ناجح 100%. هنا الخارج شويه ثقيل شويه، وزدت ربع كاس ديال الماء حيت غيبقى يخمر، غادي يزيد يتقال. زدت ربع كاس تاع الماء. صافي ونهضر خليته تاني كيتخلط مزيان حتى كينسجموا العناصر مزيان، باش ما تخلط كيجي البغرير ديالنا ناجح 100%. صافي هنا درتو في اناء وخليته يخمر شي ثلث ساعه. دابا الحال بارد، ضروري ما كتخليوه يخمر. صافي هنا بعد ما خمر درت المقله هنا كتسخن. صافي وتجربوا ديروها وحيده صغيره. الا شفتو دار جا مثقب ومخرج راه خمر، صافي كتبداو طيبوا. بعد لكم البغريره ما متقباش بالطمسه، صافي كتطفيو على البوطه وكتخليوه تيزيد خمر شويه. وباش ما خمر كيجيكم البغرير ناجح، كيجي مخرج وكيجي زوين بحال الشهده. هنا كنقلبو من التحت يبان ليا تحمر، باش كنحيدو. انا ما كنخليش البغرير ابيض من التحت، ضروري ما كنخليه حتى كيتحمر. ضروري هنا ملي كنبغي ندير بغيره اخرى كنخلط هكا شويه، باش كنهز ندير البغرير في المقله ديالنا.
صافي دابا انا غادي نستمر في الطياب حتى كنكمل الخليط اللي عندي. راه كنصور لكم بغريره بغريره حتى كتشوفوا الشكل ديالو كيجي كله شكل واحد خامر، كيجي مخرج، كيجي رائع. صافي هنا قربت نكمل، بقالي غير شويه من الخليط. وهنا بعد ما كيوجد البغريت تقدموه بألف صحة وعافية، كيجي رائع جدا، خفيف ما تشبعوش منه. بحال الشران نتوما كتشاهدوا معايا، يعني الشكل ديالو كيف كيجي. وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وما تنسوش المتتبعين ديالي لايك الفيديو، بارطاجيوه باش تعم الفائدة. يا الله، مع السلامة، فيديو اخر ان شاء الله.